السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن الحضانة للبنت أو للولد 15 سنة، الاتنين زي بعض. وبعد سن الحضانة بيخيروا تقعد مع ماما ولا مع بابا في حالة الطلاق. إذا كانوا مع ماما استمروا مع ماما لو اختاروها، وإذا كانوا عايزين يرجعوا لبابا بيرجعوا لبابا تاني وبيقعدوا مع الأب لحين زواج كل منهم. طيب، هل الأب ملزم إن هو يصرف على الولد والبنت لحد سن الجواز؟ البنت بيصرف عليها لحد سن الجواز، إنما الولد بعد سن 15 لو الولد بيدرس وما عندوش استطاعة إنه طبعا بيشتغل في سن مبكرة زي كده أو ما عندوش مورد رزق، فالأب بيصرف عليه لحد الدراسة. إنما لو الولد مثلا ما كملش دراسة والولد بيشتغل من طبيعة يعني حاله أو كده بيشتغل بنفسه، فالأب مش ملزم إنه يصرف عليه لو الولد ليه مصدر دخل من خلال عمله. عشان بعض الناس بتفتي لا يقولك البنت السن ممتدة لسن الجواز، لا، الاتنين لسن 15. يا ريت ما نلخبطش الدنيا مع بعضها. تمام، سلام عليكم.